السلام عليكم يا مساء الورد. معكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهارده هنتكلم عن مشروع هاسيندا بلو لشركة بالم هيلز مالكها ياسين منصور. الشركة ليها سابقة أعمال كبيرة في التجمع والساحل أكتوبر، وهم يعتبروا أكبر مطور موجود في الساحل كحجم مشاريع وسابقة أعمال. المشروع موجود في كيلو 168 في منطقة الضبعة اللي قريبة من سيدي عبد الرحمن وقريبة من راس الحكمة. تعتبر تاني أفضل شط في الساحل، بيحتاجش تقريبا أي شغل من المطور إلا في مناطق معينة. المراحل المطروحة في المشروع استلام 4 سنين متشطب بالكامل. سعر الثلاث غرف من أول 23 مليون والفلل من أول 67 مليون وبتتقسط على 12 سنة. مميزات المشروع مش عارف أقول إيه ولا إيه بصراحة. أول حاجة المشروع ده كله أرضي وأول فقط، يا إما فلل يا إما حاجة اسمها سينيور شاليه وجونيور شاليه، وده تايب متخصص بيه بالم هيلز. بيكون عبارة عن إن المبنى أرضي وأول فقط، الأرض بيكون معاه جنينة والأول بيكون معاه بنت هاوس، يعني كل الشاليهات تقريبا مميزة وكلها شايفة فيوهات كويس. مشروع 120 فدان وفي 24 فدان لاجون، يعني ربع المشروع تقريبا لاجونز، وكمان اكسكلوسيف جدا، اقل من 500 مفتاح على عرض شط 550 متر. يعني تخيل كل بيت ليه 200 متر مربع على البحر. بيتقسط على 12 سنة وفي منطقة الضبعة اللي البحر فيها تحفة، مع مطور هو من أول المطورين عملوا جو للساحل وساهموا في حاجة اسمها الساحل الشرير. عيوب المشروع إن الشركة توقع منها تأخير طبيعي بتاعها، يعني من 6 ل 12 شهر فترة السماح، يعني غير إن سعره مش قليل بس بالنسبة للجودة يستاهل بصراحة. كمان في احتمالات طفيفة، يعني إن الشركة تغير ماستر بلان أو تزود عدد الوحدات، لأن ده حصل منهم قبل كده، لكن استبعدها بشكل كبير في المشروع ده. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 88 من 100، وهنصح بيه حد عايز حاجه لوكسجيريوس او حاجه هاي كلاس جدا وكريمه الكريمه، مع مطور عنده تشغيل ساحلي سابق ومميز وتحفه، ويكون شاليه كبير ويكون معاه روف او جر. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في اهم سلسله هتفيدك الصيف ده.